طبعا هذه آثار قلعة الزمن القديم تبدأ بهذا الشكل. كانت مبنية مع الوقت والخراب الذي يعم أي ديار تتحول هذه الحجارة مركومة. طبعا هذه الحجارة ليست مبنية بمعنى البناء، حجارة فوق بعضها حتى تشكل ارتفاع من الأرض من خلاله تقوم القوات الحارسة. هذا شكل النموذج، يعني هنا شكل النموذج السور أو ما شابه ذلك. دائما التاريخ يبنى على أشياء الآن لا نتصورها، يبنى على أشياء لا نتصورها. المكان يجب أن يكون محمي مستور مشرف على أماكن. صعدنا إلى الأعلى، وصلنا إلى قمة تراقب المكان كاملا، ترى من بعيد من يأتي ومن يذهب. وفي الأصل تكون هذه مقرات للمسؤولين أو لما شابه ذلك. يعني تسمى قلعة فيد، قلعة فيد الأثرية، قلعة فيد الأثرية. طبعا سنصل إلى أماكن معمورة نوعا ما طبيعي، يعني ما زالت على حالها، لكن الأكثر كان مهدوم. حاولوا يحافظوا على حجارته، حجارة المكان الذي كان مبني كهذه الكتل. لاحظوا هذا هنا واضح، المكان بعد فيه من لوازم ما يسمى القلعة. وهذه هنا بشكل غرف، طبعا تكون غرف لمعيشة، غرف لمعيشة الجند أو الناس الذين قد تكون تشكل أحيانا القلعة قرية كاملة، مثل قلعة حلب، فيها مصنع، فيها مسجد، فيها مركز حبوب، فيها آبار، فيها كذا. القلاع في بعض الأحيان تتحول إلى قلب المدينة النابض. لاحظوا هذا المكان، هذه الغرف الذي تدل على أن القلاع كانت مسكونة. حتى الأعمدة، هذا أثر عمود، كله يزول مع الزمن، إما ينقل إلى مكان آخر قد يستفيد منه السكان الجدد للمنطقة، يأخذون الحجارة، يعني بدل ما يتعبوا حالهم في قلع الحجارة من هنا وهناك. هذا السور، هذا السور، سور القلعة ما زال راسخا، سور القلعة ما زال واضحا. طبعا قلعة مهيبة. لاحظوا هنا أيضا هذه يعني شكل أبراج، شكل أبراج، شكل أبراج، ولها مساحة كبيرة، مساحة كبيرة. طبعا قلعة ضخمة لأنها كانت تقف هنا على الطرق التجارية، يجب أن تكون محروسة، فيها خفر، فيها حرس، فيها أناس يجب أن يضمنوا الطرق للحجاج والمسافرين منذ أقدم العصور. حتى المسافرين من الكوفة إلى مكة، من الكوفة إلى مكة، يعني من العراق إلى الحجاز، من العراق إلى الحجاز، من العراق إلى الحجاز. إذا تلك البدايات للقلعة قد تكون من الحجارة المهدومة، لكن هاي لا بأس، باقية على تخطيطها الهندسي، باقية على تخطيطها الهندسي. نلاحظ الغرف ولها مدخل، سيكون لها مدخل أساسي من هذا المكان مثلا، من هذا المكان سيكون المدخل إلى بقية الغرف التي تتداخل مع بعضها البعض. وهذا التوزيع يدل على أن المكان كان له قيمة كبيرة، وتم
تحوي عدد من الجيش أو عدد من الجند أو عدد من الناس الذين يستفيدون من التجارة أو من الإمارة أو ما شابه ذلك. وحياك الله يا أبا سعد. حياك الله والنعم. والله رحلة ماتعة، باللغة الفصحى ماتعة. حياك الله، الله يبارك فيك. كيف وجدت هذه نقوش، هذه البنايات المباني؟ طبعا تاريخ قبل الإسلام، شاهد. قبل الإسلام ولا العصر العباسي؟ والله قد يكون في متداخلة. أحيانا أي. الآثار تكون متداخلة، صحيح. تبنى فترة زمنية مع فترة أخرى مع فترة أخرى، منها ما قبل التاريخ ومنها ما يصل إلى تاريخنا الذي استحدثت فيه حياة جديدة، فتركت هذه القلاع. لكن لاحظت هذه المباني، يعني هذه وش الأهداف منها؟ صغيرة جدا. صغيرة، هاي قد تكون يعني مخازن، بيوت عساكر، بيوت كذا، قد تكون تشكل مدينة. في فترة معينة هذه القلاع تشكل مدينة كاملة لها خدماتها، فيها أسواق، فيها كل شيء. طيب السور هذا السور الخارجي معناته اللي بالخلف؟ نعم، قد يكون أعمق. أعمق المنطق. نعم نعم. اي والله يا ابو عبد العزيز. وانا يطلع لي صورة. اي والله، شوف شو لابس على راسي من شان الحر والبرد، يعني معروفة لازم احافظ على الاناقة وما تضربنا الشمس. لا الحمد لله الهواء النسيم عليل، النسيم عليل في هذه المنطقة الجميلة على الدرب التجاري بين الكوفة ومكة، والتي بنيت فيها طبعا فيها آبار، برك آبار كثيرة لسقاية التجار الحجاج ما شابه ذلك في العصور الإسلامية طبعا. وحياكم.